السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب تكونوا في أحسن حال وبخير. ايه رأيكم بقى في الجمال والقمر اللي قدامكم ده؟ لا تقولوا لي بلح شام ولا بسبوسة ولا حبهان، ده حاجة رايحة في حتة تانية خالص. الكرابيج الحلبية أو المشبك السوري، تعالوا مع بعض كده نشوف المكونات بتاعته، سهلة وبسيطة ومفيش أسرع منها. حضريه في 5 دقايق. معايا هنا الأول هنحضر السيرم أو الشربات أو العسل اللي هنسقي بيه أو هنحط فيه المشبك بتاعنا. معايا كوبايتين كبار من السكر وحطيت عليهم كوبايه وربع من الميه. احنا عايزاه عسل متوسط. دوبت السكر بتاعي كويس وحطيته على النار، واول ما ابتدى يغلي بعد غلوتين 3 كده عصرت نص الليمونه، وقبل ما اطفي عليه حطيت رشة فانيليا صغيرة جدا، ودي حاجة اختيارية. أهم حاجة حوالين الطبق أو حوالين الحلة اللي بتعملي فيها الشربات، حاولي ما تخليش سكر عشان ما يسكرش معاكي، حبيبات سكر يعني. هنا بقى تعالوا ندخل على طول كده في مكونات المشبك الحلبي بتاعي. معايا كوباية كبيرة من السميد الوسط، مش الخشن ومش الناعم، ونص كوباية من الدقيق بتاعنا العادي اللي هو متعدد الأغراض، وكمان معلقتين من اللبن البودرة، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح ورشة فانيليا صغيرة جدا. انا استخدمت فانيليا سايله. وكمان معايا كوبايه من الزبادي اللي هي تقريبا الكوبايه اللي وزنها 180 جرام، يعني كوبايه الا ربع من نفس الكوبايات المعياريه اللي قدامكم، وربع كوبايه من الزيت. ونقلب كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي مع بعض، ويا رب تكون الشاشه موضحه وانا كاتبه لكم المقادير على الشاشه. هبدا بعد كده بقى، بعد ما ظبطت الدنيا دي كلها بالزبادي والعسل والزيت، هبدا اضيف الميه. معايا كوبايه الا ربع من الميه، هبدا اضيفها تدريجيا. انا هنا كان باقي في العلبه الصغنونه دي، انا وريتكم العلبه اللي استخدمتها للزبادي او للكميه دي. طبعا كل ما هتضاعفي الكميه، يعني لو كل ما تضاعفي الكميه من حاجه هتضاعفيها من الحاجه التانية. هنا بقى حطيت الميه وقعدت اقلب فيهم كويس جدا جدا كده زي ما انتم شايفين قدامكم. بصوا، عايزه مش قادره اوصف لكم على جماله وطعامته وحلاوته، واحلى من البسبوسه واحلى من بلح الشام. فظيع فظيع بجد. اللي ما جربهوش وما عملهوش هيندم. سهل جدا، سهل تحضريه لو رايحه على الضيف، لو حد جايلك. مفيش يعني، الفيديو قدامكم 5 دقايق حرفيا، هو خد 10 دقايق بس في تجهيزه. هنا سبتها ارتاحت شويه بعد ما قلبتها كويس جدا او عجنتها كويس جدا، ومن غير خميره ومن غير اي حاجه خالص. هنا بقى جبت الكيس الحلواني بتاعي، ولو ما عندكيش حلواني، كيس حلواني او البلبله ديت، ممكن تقدري تستخدمي كيس عادي يعني، وتفتحيه من الحرف وتعملي الشكل اللي انت عايزاه بيه. تحمريه صوابع، تحمريه زي ما تحبي. انا هنا حطيت طاسه الزيت بتاعتي على النار. بصوا، سهل جدا وجميل جدا. معلومه بس، خدي بالك انك ما تخليش فيه هوا في الكيس، عشان لو انت بتعملي اللفه دي ما يبقاش فيها حتت متفاوته او حتت تتقطع منك. بصوا هنا بقى اتحمر كده. دي كانت اول جزء بقول لكم. بصوا من جوه لونه عامل ازاي، وهو بياخد لون جولد غامق من بره، الذهبي الغامق دوت. وفي ميزه تانية، اول ما بتحطيه في الشربات بتاعه كده او في السيرب بيشرب، وبيكون لذيذ من جوه، مقرمش قوي من بره ومرمل كده من جوه، دايب دوب بجد، دايب دوبان. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وتابعوا الفيديو للاخر. تحفه جدا الوصفه دي بجد، جربوها. انا ندمانه ان انا ما عملتهاش من زمان. بصوا، هو بياخد لون غامق، انتي مش بنطلعه احنا فاتح. هو بيبقى حتى لو اشتريتيه من بره هتلاقيه واخد اللون الجولد الغامق. بس هنا الكاميرا بصراحه ظالمه اللون خالص والله يا جماعه، والاضاءه، ودي كذا مره، دي عندي مشكله فيها يعني. بصوا هنا اهو ابتديت بقى ان انا اقلب شمال ويمين. طبعا مش بتقلبيها اول ما بتحطيها، بتسيبيها شويه لما تشمع كده معاكي، وبعدين تبداي تقلبي فيها عشان تستوي من كل الجوانب. بصوا هنا بقى كده. بعدين تقدري تعمليها بقى صوابع. يعني انا الاخر كده ابتديت اشكلهم، خليتهم صوابع صغيره زي البلح الشام، خليتهم زي الزلابيه، زي ما تحبي. الشربات بتاعي طبعا كان خلص جنبي وحطيته يبرد، لانها لازم تطلع سخنه من الزيت وتنزل في الشربات او في السيرب بارد. بصوا هنا بقى، دي يعني كانت اخر حاجه تقريبا. هنا بقى خلصنا خلاص. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه. المفروض انه احنا بنزين بنرش عليه فستق، اذا لم يجد الفستق يحل محله اي نوع تاني خالص. كان عندي جوز هند فرشيت رشه بسيطه جدا. هو مش مستاهل على فكره ولا تزيين ولا مكسرات ولا اي حاجه، هو طعمه تحفه تحفه، وهو سخن جبار بصراحه.
بصي هنا بقى معاكي كده، بصوا بوريكم شكله من جوه، واخد من بره اللون الذهبي زي ما قلت لكم، من جوه بيكون ابيض كده ورايق ولذيذ جدا، مرمل قوي. ولما بيبرد او بيبات لتاني يوم مثلا تحسوا ان سكره بقى ضعيف وقليل جدا. حلو ولذيذ، جربوه. يا رب الوصفه تعجبكم بجد، ما بتاخدش وقت خالص. بحبكم في الله، وما تنسونيش بقى في الاعجاب والاشتراك. وانتظروني فيديو جديد.